أنا دعاء حمدي، عندي 22 سنة، الأسك بتاعنا 1,400,000. إحنا مشكلتنا بدأت أول ما شفنا الصورة اللي قدام حضراتكم دي. الصورة دي لعمال شغالين في مصانع الأصباغ الكيماوية، واللي ظاهر قدامنا إن في أبخرة كتيرة كيماوية بيتعرضوا لها يومياً. فإحنا لما دورنا ورا سبب الأبخرة دي أو بيتعرضوا لها دي، لقينا إنهم بيحصل لهم حساسية في الصدر وحساسية في الجلد. فإحنا لما اتعاملنا وسألنا العمال دول إيه اللي بيحصل لكم أو إيه اللي حصل، لقينا عاملة بتقول لنا إنها عملت 3 عمليات في الجيوب الأنفية، ده بس بسبب شغلها في المصانع الكيماوية. طبقاً للمواصفات منظمة WHO، دعاء على مهلك، خدي نفسك، احنا عايزين نسمع مشروعك ومراش حاجه خالص. على مهلك. طب ينفع أبدأ من الأول؟ لا زي ما انت كملي. خدي نفسك. كله جميل، وزي كله الفل. جميل. انت تاخدي نفسك واحكي كده، احنا قاعدين بنسمع منك هادي خالص. هو بصراحة يعني إن أنا نزلت فجأة وشفت الحكام، فده كان فيه رهبة شوية، بس بعد كده حسيت إن أنا بدأت أتأقلم عادي، وحسيت إن الحكام طيبين خالص في الآخر. طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، لقينا إن حوالي 30% من العمال اللي شغالين في مصانع الأصباغ الكيماوية معرضين إن هم يصابوا بالربو. وإحنا لما دورنا على حل مشكلة الأصباغ الكيماوية، لقينا حلها إن إحنا ندور في الأصباغ الطبيعية، اللي لقينا نسبة الاستيراد حوالي 90,000 طن سنوياً من الأصباغ الطبيعية لمصر، وده اللي أكد لنا إن في نقص في الأصباغ الطبيعية. فإحنا فلوريش إحنا بنبتكر أصباغ طبيعية بدرجات ألوان مختلفة، بنوفرها في الصورة الليكويد والصورة البودر، بنستخلصها من المخلفات العضوية. الصورة اللي قدام حضراتكم دي ده تطبيق عملي لطلبة فنون تطبيقية، هم اشتغلوا على شنطة التوت باك دي لما أخدوا البرودكت بتاعنا، ودي درجات الألوان اللي قدام حضراتكم دي اللي إحنا وصلنا لها في الأصباغ بتاعتنا. بالنسبة للماركت سايز، الجلوبال ماركت سايز هو 4.8 بليون دولار، واللوكال ماركت هو 100 مليون دولار. احنا فلوريش بنستهدف خلال اول 5 سنين 2 مليون دولار. بالنسبه للماركت جروس من خلال 2023 ل 2029 هيكون 13%. بالنسبه للمنافسين بتوعنا، احنا معانا منافسين جوه مصر وكمان بره مصر. اللي جوه مصر في منهم بينتج طبيعي وفي منهم بينتج كيميكال. اللي بينتج طبيعي احنا بنتميز عنه ان هو بيضيف بعض المواد الكيميكال المثبته، فبيعيد نفس السايكل بتاعه البيوشن مره ثانيه. اللي بينتج كيميكال فهو اوريدي احنا بنتميز ان احنا بننتج منتج طبيعي 100%، وكمان احنا عندنا استقرار اكتر منه، لانه بيستورد معظم المواد الخام بتاعته من الخارج. واثناء اختلاف في اسعار الدولار معظم الشركات دي اوريدي قفلت، والناس اللي بيستوردوا من بره مصر في منهم برضه بيكون طبيعي الأصباغ بتاعتهم، في منهم على مواقع وفي منهم بيستوردوا بشكل مباشر. وفي الحالتين احنا بنتميز عنهم ان احنا منتج طبيعي 100%، وكمان لوكال ماركت وسعر التنافسي يعني، وفي استقرارية عشان سعر الدولار. بالنسبه للجو تو ماركت بتاعنا، احنا اول مرحله بدانا بيها بشكل فعلي ان احنا بدانا نتواصل مع شركات كتير ممكن تستخدم الاصباغ دي عشان نعرف نوصل للكاستمر بتاعنا بشكل كويس. واحنا بدانا بعديها خدنا فيدباك، وكانت اكتر ناس مهتمه بالمنتج بتاعنا هم بتوع الهاند ميد. ليه؟ لانه بيعرفوا يماركتوا لنفسهم بالبرودكت بتاعنا بشكل كويس. بعديها بدانا ندي عينات مجانيه لبعض العملاء منهم، وحاليا شغالين على العينات لعملاء التانيين. وكمان احنا بدانا نشتغل على الماركتنج بتاعنا بشكل مختلف، ان احنا نحضر ندوات ونحضر معارض، لان فيها بتشمل عدد كبير خالص من بتوع الهاند ميد اللي احنا اوريدي ممكن نتواصل معاهم بشكل مباشر. ساعتها هيكون اسهل لينا، ونعرف العميل ازاي ممكن يستخدم الصبغه دي بكل سهوله عشان نبني علاقه قويه مع العميل بتاعنا. البيزنس موديل بتاعنا احنا بنكسب من خلال ان احنا بنبيع البرودكت بتاعنا في شكل ليكويد وكمان باودر، وكمان شغالين ان احنا بنبيع الويست بتاعنا في اللي بتوع الكومبوست، واحنا كده زيرو ويست. الرود ماب بتاعتنا لسنه 2025 هي كانت في كوارتر 1 هنكمل الفري سامبل بتاعتنا وهنعمل التست اللي يثبت الكلام اللي احنا بنقوله للبرودكت بتاعنا. وفي كوارتر 2 احنا شغالين على تجهيز المكان اللي احنا ممكن ننتج فيه. كوارتر 3 هنشتغل على ان احنا نورد لاول 25 عميل اوريدي مضينا معاهم عقود نيه ان هم يشتروا البرودكت بتاعنا. في اخر 2025 عايزين نشتغل على الماركتنج بتاعنا، وان احنا نعمل براندنج بشكل مختلف يناسب العميل بتاعنا. بالنسبة للأسك زي ما قلنا 1,400,000 مقسم كالتالي: مصاريف تشغيلية 37%، 36% منهم فيكسد أسيت، وكمان هيكون معانا 14% R&D و10% ماركتنج، 3% تراخيص.
انا حنان سعيد، كليه تجاره انجلش، مسؤوله عن جانب البيزنس والمانجمنت وسي او. ومعايا دعاء حمدي، كليه علوم، هي تكنيكال. ومعايا ندى اسماعيل، هي R&D، وهي اكسل شركه كيميكال لمده 2.5 سنين خبره معاها. ومعانا دكتور محمد رمضان، عامل دكتوراه في الاصباغ الطبيعيه في جامعه وولسون، تعتبر جامعه رقم 1 في التكستايل عالميا. شكرا لكم. فريق انضم. دعاء وحنان، ايه الشطاره دي بجد والله، حاجه تفرح، وبرزنتيشن هايله ومنظمين ومرتبين وفكره حلوه. يعني قبل ما نبتدي اسئله وقبل ما كده، برافو بجد والله، برافو. فريدة، عندك أسئلة؟ أول سؤال كنت عايزة أسأل على جودة المنتج بتاعكم. هتتأكدوا إزاي إن مفيش مخلفات فيه وكيميكالز فعلا، إنه فعلا يعني بيور؟ ده من خلال ان احنا هنشتغل على التيست بتاعه الجوده بتاعه البرودكت، واللي بالفعل احنا اشتغلنا على جزء منها. وكمان الدكتور المشرف بتاعنا احنا بالفعل لما استشرناه في كذا حاجه وعرفنا منه الجوده بتاعه البرودكت بتاعنا وصلت لايه. بس هنأكد ده بالاثباتات ان شاء الله اللي احنا شغالين عليها، التراخيص اللي احنا بنطلعها. ودعاء، احنا محتاجين ترخيص وزاره الصحه. بالظبط. ووزارات اخرى ولا وزاره الصحه تحديدا؟ هو هيبقى وزارة الصحة، ده أكيد، علشان ده ليه علاقة بالعمال اللي بيشتغلوا والحاجات دي أكتر. أنا شايف إن أنتوا بتقولوا في خلال الربع الثاني من 2025 هتقدروا تنتهوا من التصاريح وتبتدوا إنتاج بحيث تبيعوا في الربع الثالث من السنة الجاية. هل ده بخطة زمنية رياليستيك، ولا سنة تكون واقعية يعني، ولا سنة تكون زنقة في الوقت؟ هو احنا بالفعل يعني اشتغلنا شوط كبير على البرودكت بتاعنا، فبقى لنا بس جزء يعني هيكون قليل ان احنا خلاص نبدا نطلع البرودكت ونبيع خلاص يعني. طب انا عندي سؤال، انتوا مرتبين الانتاج ازاي؟ يعني انتوا هتصنعوا، انتوا اللي هتنتجوا، ولا هتصنعوا عند الغير تعملوا مصنع، ولا هتنتجوا الكلام ده؟ مرتبين القصه دي ازاي؟ هو حضرتك احنا المشكله اصلا اللي بتواجهنا في الصعيد لما تعاملنا مع عملاء كتير، احنا اوريدي كنا المتارجتين بتوع الصعيد، فكان مشكلتهم اكبر مشكله بالنسبه لهم ان هم بيستوردوا الاصباغ دي او بيجيبوا اصلا الاصباغ دي من القاهره، فبالنسبه لهم بتبقى فيه تكلفه كتيره خالص عليهم. فاحنا دورنا على بعض المعامل اللي نلاقي فيها الاجهزه اللي احنا محتاجينها في الصعيد، ما لقيناش. اوريدي كده هنحتاج نروح القاهره عشان نصنع لدى الغير، هنخلي العميل بتاعنا يعاني من نفس المشكله ان احنا هنبيع له برضه من القاهره. فاوريدي احنا قلنا هنجهز حتى لو معمل صغير بامكانيات قليله نبدا ننتج فيه. هو ده الأجمل يعني. ولو بدأنا نسكيل بقى على الوجه بحري، نشوف معمل نعمل معاه هو ننتج يعني خط إنتاج أو كده في معمل تاني. انتوا تكلفتكم قد إيه؟ لو أنت عايزة تبيعي ما بين 1000 و 1200 التكلفة بتاعت؟ بكلف على الكيلو الواحد يعني في حدود 600 ل 700 جنيه على حسب اللون اللي احنا بنطلعه. أنا أولاً عشان أتكلم يعني هتبقى شهادتي مجروحة، لأن أنتوا كلكم ولادي، وببقى سعيد بشباب الجامعات اللي الحقيقة مشرفيني في كل حتة. النهاردة أنتوا بتدوا مثال لأن إزاي التفكير، طبعاً الابتكار والإبداع و إنما التفكير العلمي والمدخل العلمي المنطقي للوصول لكونسبت، وإزاي بتطوروه وبتربطوا ما بين اللي اتعلمتوه وما بين الماركت والبراندنج، وإزاي أقدر أعمل بيزنس موديل. دي اللغة اللي الحقيقة أنا بتكلم مع شباب الجامعات دلوقتي. الموضوع مش موضوع إنك بتتعلم إيه بس، لا، ده أنت كمان بتشوف إمكانياتك، إمكانيات المنطقة المحيطة بتاعتك، وهي زي ما بنتكلم جنوب الوادي بالماتيريالز الطبيعية اللي موجودة، وإزاي بقدر إن أنا أخدم المجتمع بتاعي والبيئة بتاعتي وبستخدمها وبديها. الجديد بقى برضو اللغة اللي أنا سامعها النهاردة، أنا بشكر طبعا إن أنا دعيت أحضر النهاردة معاكم حلقة كده، لأن فعلا اللغة متغيرة. اللغة بقى دلوقتي شباب الجامعات بيتكلم على ابتكار، يحولوا المنتج، يعمل له براندنج، يعمل له ماركتنج، بيزنس موديل، بكام أقدر أعمل منه منتج يفيد الدولة. هي دي يا شباب اللغة اللي أنا النهاردة سعيد بوجودي معاكم. عشان كده بقول لكم أنا الحقيقة شهادتي هتبقى مجروحة لأنكم كلكم ولادي، فعايز أسمع منكم العمر الافتراضي للحفاظ على طبيعة الألوان دي. هو احنا مبدئياً العمر الافتراضي اللي اشتغلنا عليه لحد 25 غسلة، ولكن احنا شغالين في تطوير أكتر،
واحنا طبعا مستهدفين اصحاب الهاند ميد علشان هم بيستخدموا شنط، اكسسوري، اي حاجه بتبقى بسيطه مش بتتغسل كتير، فيبقى مناسب البرودكت اللي احنا بنبيعه ليهم بشكل مبدئي في الاول لحد ما نطور الابحاث بتاعتنا ان شاء الله. طيب احنا في اللحظه الحاسمه طبعا معالي الوزير يعني ايه عمل لكم دعايه رهيبه دلوقتي. طارق طيب أسباغ طبيعية ان ولا اوت وبكام؟ بس أصل أنا لازم أقول، ما هو دايما اقول لك ان ولا اوت تقوم سائل لا 5 أصل لازم أسئلة. نعيد الرسالة. عداله المنافسه بين جميع الفرق عشان كل واحد ياخد الوقت المظبوط في بتاعه. استدامة. قول يا طارق براحتك. معلش لازم أقول قول والله يا براحتك جماعة. يا حبيبي، ما يهمكش. في استدامة ثبتنا على طول على فكرة. أسباغ طبيعية ومبنية على فكرة استدامة، بنستبدل بيها منتج مستورد، فمدخل إنتاج محلي لازم ياخدوا سبورت، وشباب زي الورد كل كلمه زياده 200,000 جنيه. 200,000 جنيه. ميرنا. انا ان طبعا وهزود على اللي طارق قاله، يعني بنات زي الورد وصعيد مصر وحاجه تفرح. ان 200,000 جنيه. فريده. أنا برضو إن ب400,000 جنيه، وشايفة إن بنات يعني بيشرفونا ومنتج مهم لمصر، فإن ب400,000 جنيه. طبعا الفكر هايل ومحتاجينه في مصر، وعجبوني عشان هم الوحيد اللي بيصنعوا الصبغة دي منتج طبيعي، وفي كذا شركة بتصدر المنتج ده، فهم الوحيد اللي بيصنعوه محليا. شلبي. لا هقول برضو براحتي. استدامة، فاقة منتج مهم، فاقة. وفي حاجة مهمة كمان، صحة العمال. صح. دي أول حاجة دي هم حاجة اتكلموا طبعاً عنها في طبعاً. البرزنتيشن، صح. صحة العمال. وبنات زي الفل من جنوب الوادي، فعام ان 300,000 كده. طيب احنا كده عندنا فاضل 300,000. لا وفقا لقواعد الصندوق يعني احنا فوق المليون الصندوق بيدخل معاكم بشير. هل انتوا تمام على كده؟ فممكن موافقين تقولوا على كده ولا هتكتفوا لا؟ بمليون او تاخدوا لان مليون احنا 100 دلوقتي ويبقى في مليون شير و100 السنة. لسه كمان مع الوزير ما قالش هو انه بكام ولا اوت. تمام. موافقين انه أيوة، عشان نعرف الصندوق نشتغل هيبقوا بجد. شريك معاكم؟ طبعا ده توجيه ده ليهم، هيساعدنا الصندوق نشتغل هيساعد. أكتر. مليون. دكتور ايمن. انا اكمل لهم اللي مطلوب. فاضل 300,000 كده دكتور أيمن. 300,000 يبقى كده مليون و400,000. مليون و400,000. الف مبروك. الف مبروك.